got a man at 2 a.m. with arms. حاسس اني تمام لحد دلوقتي، ماشي على الخطة، اسرع شوية بس قريب. حاسس اني تمام. تسع أميال خلصوا. آخر 5 كيلومتر كانوا صعبين جدا، معظمها طلوع. حاسس إني كويس. تواصل سرعتي 9 دقايق و49 ثانية للميل. 3 أميال الجايين حافظ على نفس السرعة. حاسس إني كويس. نص الماراثون خلص في 2 ساعة و4 دقايق. حاسس اني كويس بس التعب بدأ يبان شوية. هذا كايت. ازيكم يا جماعة؟ اخيرا خلصت ماراثون كاليفورنيا الدولي. انا فخور جدا اني وصلت خط النهاية، بس عشان اكون صريح معاكم انا ما حققتش الهدف بتاعي، لاني كنت عايز اخلص السباق دوت في اقل من 4 ساعات و15 دقيقة، بس للأسف الوقت ده عدى باكتر من 20 دقيقة. الموضوع كان صعب ومرهق، بس دي تجربة الماراثون، تحدي كبير، درس مستفاد، ورحلة عمرها ما هتتنسي. ليه قررت أجري الماراثون؟ السبب الرئيسي إني كنت عايز أختبر نفسي جسديا وعقليا. أنا مؤمن جدا إن الواحد لازم يخرج بره منطقة الراحة عشان يقدر يتطور وينمو. وكمان كنت عايز أكون قدوة لأولادي، أوريهم إن الحياة كلها أهداف، إنك تحط هدف لنفسك، تشتغل بجد إنك توصل له وتفضل مكمل مهما كانت الصعوبات. خطة التدريب بتاعتي بدأت في سبتمبر، إني أبني قاعدة كويسة، إني أزود المسافات كل أسبوع، وإني أجري جرية طويلة كل يوم حد. لكن بصراحة أنا كنت ممكن أكون أكتر التزاما، لأن في أسابيع كنت ماشي كويس جدا على الخطة، وفي أسابيع تانية كنت مقصر. أما وقت السباق نفسه كنت ممكن أتحكم أكتر في السرعة بتاعتي، وإني أوزع طاقتي على السباق كله. ودي دروس كلها أنا اتعلمتها وأطبقها في الماراثون الجاي. وقتي الرسمي كان 4 ساعات و37 دقيقة و25 ثانية. مش هو اللي أنا كنت عايزه، بس بصراحة أنا راضي إني وصلت خط النهاية. الرحلة بجد كانت تستاهل، واللي اتعلمته أهم بكتير من الوقت النهائي. دي مش النهاية، دي مجرد البداية. أنا خلاص قدمت في ماراثون كاليفورنيا الدولي السنة ديت، وهدفي إني أخلص في أقل من 3 ساعات و45 دقيقة. قدامي سنة كاملة إني أتعلم وأتمرن وأتطور، ومش هسيب حاجة للصدفة المرة ديت. شكرا لكل اللي تابع رحلتي. بجد لو في حد عايز يجري ماراثون ما تفكرش كتير، التجربة نفسها هتغير حياتك وهتعلمك عن نفسك حاجات كتير. استنوني في التحديثات الجاية. مع السلامة.